تعالي اقول لك على كل تكات واسرار المحشي. ازاي المحشي بتاعك يطلع معاكي مفلفل وتحسي كده ان ليه طعم تاني، وهقول لك على معلقه لو ضفتيها على المحشي هيطلع معاكي لذيذ وطعمه فعلا هيوصل اخر الدنيا. اول حاجه معايا البصله، بقسم البصل على نصين، بحط نصها الاول هعمله في التقليه، والنص التاني بحط عليه معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح وبركنه على جنب. بعد كده بجيب معايا قرنين فلفل احمر واخضر سبايسي طبعا ممكن تستبدليهم، وبحطهم يعني بقسمهم برضو على نصين، نصهم بحطها على البصل اللي انا ركنتها، ونص بحطه على الطماطم. وطبعا معايا الطماطم زي ما انتم شايفين، بحط لكل كيلو رز كيلو طماطم. حطيت البهارات بتاعتي، نزلت بفلفل اسود وكمون ومعلقه من بهارات المحشي ومعلقه كزبره ناشفه، وطبعا ما نستغناش ابدا عن الملح ومعلقه السكر عشان حموضه الطماطم. اول التسبيكه بتاعتي ما اتسبكت وتكون بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، لازم